عايز تعرف ازاي وليه ممكن تكون مش طالع لك عضلات بطن، اتفرج على الفيديو ده للاخر. بص يا معلم، انت بتتمرن بقالك كام سنه حلوين كده وبنيت عضلات حلوه، دراع وتشيست وكتف، علشان دي طبعا كل الحاجات اللي الناس بتحب تكبرها، الدراع والتشيست. انا كمان مين ما بيحبش يكبر الحاجات دي؟ وعملت فورمه حلوه وجسمك بقى متلاحظ والناس عرفت ان انت بقيت ضخم والحياه حلوه، وفجاه بقيت تتفرج على انفلونسر وحبيت اللعبه فعلا، ما بقتش تحبها على الشكل بس، واكتشفت ان اهم حاجه والحاجه دايما مشجعاك ان هي مش عندك دلوقتي هي عضلات البطن. عضلات البطن مش بارزه قوي، العروق مش طالعه جامد، وانت عايز نفس القصه دي عشان تبقى زي الانفلونسر التانيين. عايز عضلات البطن والعروق هي اللي ناقصاك مع ان حجمك حلو ولذيذ. جربت كام دايت من اللي حاطينهم اونلاين الناس دي وحاولت تمشي عليه بس معرفتش، ممكن يكون طلع لك شويه عضلات بطن اللي فوق بس، العضلتين اللي فوق او حاجه، ومعرفتش تكمل. لو انت في الموقف ده اتفرج على الفيديو ده بتاعي، انا اسمي بشوي مليكا، ساعدت ناس كتير قوي ان هي تخس قبل كده، تطلع عضلات بطن. انا نفسي كنت في نفس الموقف بتاعك لمده طويله جدا، ما كنتش بعرف اطلع عضلات البطن دي، وكنت تحسسني باحباط، وكنت فاكر ان كل الناس اللي بتطلع عضلات بطن بتاخد هرمونات. ده طبعا مش طبيعي. فلو عايز تعرف ازاي وليه ممكن تكون مش طالع لك عضلات بطن، اتفرج على الفيديو ده للاخر، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للصفحه عشان الكل يستفاد وتشوف الفيديوهات التانية قدام. اول غلطه ممكن تكون بتعملها، ودي حاجه طبعا ممكن تكون بتفكر فيها، هي ان الدايت بتاعك يكون غلط. صعب اليومين دول بكل المعلومات اللي عندنا ان الدايت يكون بتاعك غلط، بس ده احتماليه كبيره. لو انت عندك اكسبيرينس شويه هتعرف تجيب المعلومات الصح، بس ممكن الدايت بتاعك يكون غلط. غلط ازاي؟ يعني ممكن يكون قاسي قوي من الاول. لو انت من الاول خالص وانت بتضخم كنت بتاخد مثلا 3000 سعر حراري او 4000 سعر حراري، ورحت منزل مره واحده 2000 سعر حراري، هيبقى صعب بالنسبه لك جدا ان انت تخس ويطلع لك عضلات بطن. لان انت مثلا لو افترضنا ان انت 20% بادي فات وعايز تنزل تبقى تحت ال 15، عشان ده هو الوقت اللي بيطلع فيه عضلات بطن بتبان، يبقى تحت ال 15%، يستحسن 12 عشان العضلات اللي تحت تبان كويس برضو. فانت بتتكلم في كميه كبيره قوي. لو انت خسست 2000 سعر حراري او نزلت 2000، جسمك هيعمل حاجه اسمها انابوليك ادابتيشن، يعني هيتاقلم على السعرات الحراريه في خلال شهر او اتنين، وهيبدا يبقى صعب ان انت تخس على السعرات الحراريه دي. وانت في شهر واتنين طبعا ما بتقدرش تخس اكتر من كيلو او 2 كيلو في الشهر بالكتير جدا في الاول. فبالتالي لما جسمك يتعود على السعرات الحراريه دي هتقلل قد ايه من ال 2000 سعر حراري؟ مش هتعرف تقلل كتير لان اكلك هيبقى قليل، فبالتالي هتجوع جامد ومتقدرش تستمر على الدايت. دي غلطه ممكن تكون تغلطها، وان هي ان انت تروح على نظام قاسي مره واحده، كارديو مره واحده واكل مره واحده. المفروض تاخد الموضوع بالراحه. لو انت بتاكل في التضخيم 3000 كالوري مثلا او 3000 سعر حراري او 5000 سعر حراري، تبدا تنزل 500 وانت بتخس، وتخلي البروسيس بطيئه، وما تزودش او ما تنزلش في الكالوري ديفيسيت او في تقليل السعرات مره واحده كده. طب افترضنا ان انت ماشي على دايت حلو قوي وزي الفل وبتخس بالراحه وبتقليل، ايه اللي مش برضه مش بتاعك عضلات بطن؟ ممكن انا كنت في الموقف ده قبل كده. هقول لك ليه. لاني معظم الناس لما بتبدا تخسس، بالذات لو انت ما خسستش قبل كده وما طلعكش عضلات بطن قبل كده، جسمك بيبقى فيه كميه دهون، بس في نفس الوقت العضلات نفسها عشان انت بتاكل في سعرات حراريه زياده عن اللي جسمك بيتقبلها، بتبقى مليانه جلايكوجين، بتبقى بامبت، بتبقى مليانه كربوهيدرات. فلما تيجي تخسس العضله نفسها بتبدا تنكمش، هي ما بتنكمش، هي ما بتصغرش، بس كميه الكاربز، لان انت قللت الكربوهيدرات، لان ده الحاجه الوحيده اللي بتخليك تخس، هي ان كميه الكربوهيدرات اللي جوه العضله بتقل. فبالتالي عشان جسمك يقدر يحرق طاقه يبدا ياخد من الدهون، فحجم العضله عشان ما بيبقاش مليان الميه والكارب ده جوه بيبدا يقل. وطبعا انت في دهون في ما بين العضله وبين الجلد، فلما تبدا العضله تقل ومتبقاش بز على الجلد، يبدا يبان ان انت كده ايه، خاسس وما فيكش عضلات، تبقى زي كده يقول لك ايه، سكيني فات. الشكل ده بيبقى وحش جدا، والشكل ده حسب انت كميه الدهون عندك قد ايه
ممكن يفضل كده لغايه ما تبقى 13 12%. فبتبقى محبط جدا وما بتقدرش تكمل، تقول ايه ده انا جسمي شكله وحش جدا. النقطة دي بقى هي اللي هتدخلني في النقطة الثالثة، وهي أهم حاجة. المفروض تكون بتحسب سعراتك الحرارية وتفضل مستمر عليها وتخس لغاية ما تشوف عضلات بطنك. شهر 2 3 4 5 هتشوفها. هقول لك مش هتصدق. أنا لما كنت بحضر للبطولة أنا قلت عمري ما هيطلع لي عضلات بطن، لأن أنا جربت كتير قوي قبل كده. بس لما زقيت نفسي وفضلت على الكالوري ديفست بتاعتي وما عدتش افكر ايه ده انا شكلي وحش شكلي مش حلو، ما بصيتش في المرايه وحاولت اقعد اخسس 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 لغايه ما الدهون كلها راحت. مجرد ما الدهون كلها بتروح فجاه التحويل ده بيحصل في اقل من شهر. يعني في شهر كده تلاقي نفسك شكلك بقى غريب، بقيت واحد تاني خالص. تصحى تاني يوم وتلاقي العضلات البطن باينه. ومن هنا بقى بيبدا التحويل وبيبدا الفن بقى، بيبدا ايه الحاجه الحلوه. لان كل يوم بتصحى بتبقى عامله زي كأنها ايه زي عيد كده. تصحى تلاقي شكل جسمك مختلف تماما، لان العضله بدات تبان تحت الجلد وبدات تظهر. تاكل شويه كربوهيدرات زياده تلاقي مليت العضله حاجه بسيطه تلاقيها نفشت على الجلد زادت شويه. بس لازم تفضل تستمر. وده هيدخلني بقى على اخر الفيديو ده. لما تبدا توصل في الحته دي اللي هي بتاعت خلاص بقى عضلات البطن بدات تبان، بتبقى انت لسه فلات برضه في الحته دي بقى. تبدا تزود الكارب شويه يوم او يومين في الاسبوع مينتننس. فبدل ما بيبقى على ديفيسيت بتبدا تزوده مينتننس شويه بحيث ان العضله تتملي وتشوف شكل جسمك بقى عامل ازاي. الحاجه دي لو ما عملتهاش صح ممكن تبدا تزيد دهون، فمحتاج حد يبقى معاك يقدر يمشيك فيها الحته اللي في الاخر دي عشان تتاكد. غير لو انت اكسبيرينس بقى وعرفت تعمل الموضوع ده، مجرد ما عرفت ازاي وحد مشاك عليها وهتعملها ازاي وتفهم جسمك كويس تلاقي نفسك بتعملها بسلاسه. ومجرد ما وصلت لعضلات البطن البارزه الكويسه هتلاقي العروق طلعت. لان انت طبعا عشان توصل للمرحله دي لازم تبقى تحت 12%، وكل حاجه هتوصل زي ما هي. صدقني انا في ناس كتير جدا منهم حتى اخويا يعني ما كانش متاكد انه ممكن يطلعوا عضلات بطن في وقت من الايام، ومشي على نظام زايد زي الفل جامد جدا. واخر مره نزلت فيها مصر انا ببص لقيته عضلات بطن بارزه، عروق، كل حاجه ممكن تتخيلها طبيعي 100%. هل في ناس كتير انفلونسر مش طبيعيين؟ طبعا، يعني ما تخيلش معظمهم مش طبيعيين. اوكي، هل ينفع تطلع عضلات بارزة وعروق طبيعي؟ ينفع جدا، واي حد ممكن يعملها. وصدقني هتعرف تعمل الموضوع ده، بس لازم تفضل مستمر على الضرب. لو عايز مساعدة او عايز كوتشنج او اي حاجة ابعت لي وانا هساعدك، او حتى لو عايز اي سؤال عام ابعت لي وهجاوبك عليه ان شاء الله. هعمل فيديوهات اسئلة واجوبة عشان اساعدكم فيها. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للصفحة، واشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.